السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم ان شاء الله هذا قريشلات عاشوراء، يعني قريشلات هكا حلوين. ومش اي قريشلات صراحة، قريشلات من السمين لذاذ بزاف، مقرمشين في نفس الوقت هشاش. هاد القريشلات كانت كتصايبهم لينا الام ديالي، الله يخلي لها صحيحتها، الله يشافيها ويعافيها. صراحة جربت جميع القريشلات ومنين ورجعت كما كيقولوا الرجوع الى الاصل اصل. وجربت بزاف ديال القريشلات، ولكن هادو صراحة ما كاينش ألذ منهم. نبداو على بركة الله. هنا كيلو ديال دقيق الدقيق الابيض، نوعية جيدة بطبيعة الحال. يمكن لكم ديروا غير نصف الكمية، نصف كيلو. درت واحد 2 معالق ديال اللوز هكا مطحون بالقشرة ديالو. يمكن لكم ديروا بودرة اللوز او يمكن لكم تستغنوا عليه تماما. درت واحد الكاس ديال الشنجلان هكا ما محمرش، وواحد 2 معالق كبار ديال النافع البستاني والنافع البلدي، واحد معلقة صغيرة ديال حبة حلاوة، واحد الكاس كاس ونصف تقريبا، قل من كاس ونص ديال الزيت، واحد الخمارة، وواحد الكاس هكا ديال الزبدة مذوبة. استعملت زبدة حيوانية بطبيعة الحال، كتعطي مذاق زوين. يمكن لكم تستعملوا اي زبدة عندكم، في حين يمكن لكم تعوضوها بالزيت. هنا درت واحد المعلقة صغيرة د الملح، ما عمرش، غير راس معلقة، وكاس وربع كاس عنبة ديال سكر سنيدة، يكون رقيق الأحسن. صافي. كنظن درت معكم واحد المعلقة كبيرة حتى هي ديال النشا، يمكن لكم تستغنوا عليها ولا ديروها، كتعطي واحد الهشاشة زوينة. مهم كنرملو الدقيق ديالنا على هذا الشكل، كندخلو فيه داك الدهون اللي درنا، كنحاولوا نرملوه هكا. العمليه زوينه. ودرت واحد الكاس ديال ماء الزهر، يمكن لكم ديروه غير الماء عادي وديروا فيه تنسموه بروح الزهر. درت كاس ديال ماء الزهر وكاس ديال الماء، هو باش غنجمع العجين ديالي. يمكن لكم تعوضوا غير بالماء فقط اللي ما كيبغيش هكا الزهر. صافي. وكنجمعوا العجين ديالنا، كندلكوه هذا مزيان، كندلكوه واحد 5 دقائق هكا حتى 7 دقائق، كنجمعوه وندلكوه بطبيعه الحال حتى كيعطينا واحد العجين ما قاصح ما جاري. هو هذاك. هانتوما المهم استعملت 2 كؤوس ديال الماء، يمكن لكم تستعملوا اكثر ولا اقل، 2 كؤوس وربع التسميح، على حسب النوعيه ديال الدقيق. بطبيعه الحال كنديروها في واحد البلاستيكه وكنخليها واحد نصف ساعه هكا، وكنجي باش نشكلها. هانتوما شوفوا العجين ديالنا كيفاش مدلوك ومهوي، كنطلقوه على هذا الشكل. هذه الطريقه صراحه كتجي سهله، كتطلقيه في ورق الطبخ اللي غنديروه مباشره في الطاوه، يعني في اللاطه ديال الفران. كنقطعوه بهاد القطاعه او بالجراره اللي بغيتو، المهم اللي متوفر عندكم. يمكن لكم تقطعوه بحال هكا وديروهم حرابيل كيجيو ساهلين. هانتوما ولا تقطعوا غير هكا الا كنتو غديروه مربعات. هانتوما على هذا الشكل، لكم تقطعوه بالشكل اللي بغيتوهم كبار بغيتوهم صغيورين. انا قطعت هادو شويه كبار صراحه، ولكن وحدين اخرين غنديروهم صغار. وهانتوما هزيت ورق الطبخ حطيته مباشره في اللاطه. هانتوما هادو حربلتهم على هذا الشكل، وغنقطعهم على شكل لوزه. هذه كتسمى قريشلات اللوزه المراكشيه.
هانتوما كتجي على شكل اللوزه حتى هي شكلها على هكا. وفي الفرن، والصراحه السر ديالهم في الفرن هو انكم تنقصوا الفرن على درجه، على يعني اقل درجه ممكنه، على 150 درجه الا كان في الفرن فرن الكهرباء. 150 درجه، وكنخليوه في الرف الوسطاني وكنخليهم يطيبوا هكاك. مره كنحركوهم بحال اللي كنحمروا اللوز. هانتوما غتسمعوا ليا التقرميشه. وفي الفرن الغازي بطبيعه الحال كنديروه على اقل درجه ممكنه، طيبوهم من الفوق يعني في الرف الفوقاني، وعاد نهبطوهم يتحمروا في الرف التحتاني. هانتوما شو سمعوا ليا التقرميشه، راني كنحطو هكا هنا باش تعرفوهم راهم مقرمشين. هانتوما شوفوا هاهو كيقرقبوا. وغناكل معكم وحده باش تسمعوا التقرميشه. وكيجيو مهويين تبارك الله، مجعبين وخفاف، مقرمشين من برا ومن الداخل. كي كتاكلوهم كتحسوا كيذوبوا، يعني لذاذ بزاف صراحه. جربوهم، شفتوا ردوا عليا الاخبار ان شاء الله. يعني كنديروهم مره في العام، ولا كنديروهم حتى في المناسبات هكا في الافراح، كنحطوهم هكا في الطبله في الاول. يعني اعتمدوهم صراحه كيجيو لذاذ بزاف، غتشكروني عليهم ان شاء الله. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو هادو ديال اللوزه، وهادو هانتوما هما درت شي صغير شي كبير. هانتوما ايوا بالصحه والراحه ان شاء الله تاكلوهم بالصحه والراحه. شر مبروكه، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والعافيه وطول العمر والرزق وباش ما كتمنوا ان شاء الله. هانتوما القريشلات ديالنا على هذا الشكل. كيف قلت السر ديال هاد التحمار هو انكم تنقصوا على العافيه مزيان وتخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيجيو متساويين في التحمار، وما كيجيش شي بيض وشي احمر. ومن الاحسن تستعملوا الماء، ما تستعملوش الحليب، حيت انا فايت ليا درت لهم بالحليب كيجيو قاصحين. انما هادو بالماء كيجيو صراحه لذاذ، ما غتشبعوش منهم ان شاء الله. وبالصحه والعافيه.